قال الله تعالى جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أذكر أنه اتصل بي أحدهم وهو ملحد، فيعني وقع في الإلحاد، كان على دين وبعدين وقع في الإلحاد. فالشاهد جرى بيني وبينه نقاش، فكان مما قلت له طيب أنت الآن إيش ترى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله أرى أنه رجل محمد رجل عادي، ولكن كان شجاع وعنده ناس ساعدوه وعمل قتال. وطيب والقرآن؟ قال القرآن هو ألفه. يعني من اللي ألفه؟ ألفه محمد فيما يزعم. قلت طيب ما دام محمد ألفه، ليش خلال 1400 سنة إلى الآن ما جاء واحد يألف مثله مثل القرآن؟ فقال والله يعني يمكن ما أحد يعني أمي ما يقرأ ولا يكتب ولا يجيد الشعر أيضا، ولا يجيد الشعر أيضا، ما علمناه الشعر وما ينبغي له. فقال يعني والله يمكن هم ما صار عندهم يعني همة لهذا. قلت وين الشعراء اللي قبل معروفين ومعلقات قريش وين؟ قال والله يعني. قلت طيب والإعجاز العلمي اللي في القرآن؟ لا. قال يعني هذه أتت صدفة. قلت يعني لما يقولوا الجبال أوتادا ويثبت أن الجبل له وتد داخل الأرض، ولما يقول ثيابا خضرا من سندس ويثبت فعلا علميا أن اللون الأخضر هو أكثر الألوان راحة للعين، ولما يتكلم عن الأجنة في بطون الأمهات ناصية كاذبة خاطئة ومركز التفكير في الناصية، إيش الكلام هذا كله صدفة؟ قال هذه أشياء مختلف فيها علميا، وبدأ يبحث عن مخارج. أيقنت حقيقة أن الله تعالى لما شرع الجهاد قبلها علم الله جل وعلا أنه لا ينكر الآيات إلا كل خوان كفور. صحيح. لا ينكر الإسلام إلا رجل مكابر. إذا كان حتى فرعون قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها. فرعون يدري في داخل أن في الله. لذلك فرعون لما موسى قال له إني أدعوك إلى الله رب السماوات والأرض، ما سأل فرعون، لم يسأل موسى أين الله فيقول موسى في السماء، وإنما فرعون يعلم في قلبه أن الله في السماء. لذلك التفت على هامان قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. طيب موسى ما قال لك إن الله في السماء، كيف قلت؟ ليش ما قلت أبحث في الأرض ولا أبحث في البر؟ فالمقصود أن الحجة قامت على الكافرين. فلما يشرع الجهاد كأننا نقول نحن نعبدكم لله، نحن نساعدكم على أنفسكم، ما دام أنت نفسك ما استطعت أنك تقودها إلى الإسلام نحن نعينك على قيادها. لذلك شوف حتى الوصايا النبي عليه الصلاة والسلام